مساء الخير، مساء السعادة. اليوم أكلتنا تعتبر من المقبلات، أكلة خفيفة، كبة خفيفة بطريقة الموظفين السريعة. شوية زيت مع شوية بصلة، قلبناها هذه الخلطة للحشوة علشان حشوة الكبة في البداية. وحطينا اللحمة المفرومة بعد ما تقلبت البصلة شوية دبلت، حطينا لحمة المفرومة. حننزل على المفرومة فلفل أسود علشانها جديدة فما تعمل لها أي رائحة زفارة، ونظيفة ومغسولة. حطينا شوية قرفة، ممكن على حسب الرغبة تحب كمون. نخليها تتقلقل وتنزل مويتها وتشربها، وبعد كده نحط الملح. حنحركها لأنها نبغاها بسرعة تنشف مويتها. لما تغير لونها وحسينا إن بدأت تنشف مويتها، رشينا الملح على حسب الرغبة ملحنا. حنروح على البرغل حق تبغيه ناعم تبغيه خشن وسط. نبغى نسوي دحينة الكوبا نفسها. عندنا لحمة مفرومة فريش، أنا حطتها في المصفى ما تكون فيها أي سوائل، ناشفة تماما. عندنا 4 كاسات برغل وسط، حنغسلها وننظفها ونحط عليها اللحمة. عندنا نص الكمية، إذا كيلو برغل حنحط نص كيلو مفرومة، تبغي أقل ربع كيلو مفرومة زي ما تبغي حسب رغبتك وحبك لهذا. حنحط عليها كمون، ملح، ملعقة ونص نشا. حنحط واحدة بصلة زي ما تبغيها انت بكبارة، وتطحنيها في ماكينتك تبغيها وسط. فاحنا خلاص بعد ما غسلنا نزلناها من المصفى، حطينا المفرومة وحطينا البصلة والكمون والملح والفلفل، ونلخبطها كلها مع بعض. ودحينا نطحنها في، والنشا مهم يعطيها قرمشة في القلي ويخلي الحبة متماسكة. حنحطها في ماكينة فرم اللحمة ونخليها على حسب البرغل عندنا، إذا يتماسك ويصير على شكل عجينة أحيانا نخلطه مرتين أحيانا 3، وكل مرة نجرب نشوف هل هو يكبب البرغل ولا لا. إذا ما يكبب أرجع شوفي كيف، كل مرة أجرب. طيب، هنا أحط شوية نشا مع موية. عندي أنا الماكينة هي اللي تسوي الكبة، في ناس تسويها على صباعها، فأكببها وأحط الحشوة. هنا الموية شوية مع النشا، إذا مفتحة ولا مشققة بس إني أنا ألحم الكبة. أسويها أرصها في صينية وأرص كميات، أنا أسوي كميات كبيرة وأرص في الفريزر، ما يجي عندي أحد غير على طول أقلي، أخرج من الفريزر وأقلي. زادت عندي حشوة، حبيت إني أنا أسوي لكم أشارككم بصينية. هذا نسوي طبقة تحت ونسوي طبقة فوق وبشوية موية ونكببها كده، ونحط شوية لوز وندخلها صينية، وبالهناء والعافية عليكم يا رب بقلب.